السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي أكلات والترفيه. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفة اللي هي كتجي زوينة بزاف، ديال البطاطا بالزيت ديال الدجاج بالفرomاج. وكنتمنى هاد الوصفة تعجبكم، تجربوها وتعجبكم يا ربي. ندوز بسم الله، ندوزو بعدا المقادير، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى صحابه اجمعين يا ربي. هاد الوصفه هذه كتجي زوينه بزاف وكتجي محلكه، يعني اللي جربها غتعجبو انا متاكده. وخليكم معايا، تبعوا معايا المقادير، تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير. هنا عندي واحد 3 ديال البطاطات اللي هما سلقتهم بالقشور ديالهم وغنطحنهم من بعد. عندي هنا واحد بصلات مشلضين. قبل هنا عندي لاصوص ديال المطيشه اللي انا صايبتها من قبل. دايره واحد 2 مطيشات وشويه زيت الزيتون، شويه البزار، شويه التحميره، شويه الكمون، الثومه والربيع وعصاره الناموسه. بعد ما طيبتها طحنتها وخليتها على جنب. هنا عندي 2 بصلات مشلضين، 4 كاس ديال زيت الزيتون، عندي هنايا التحميره، البزار، الخرقوم، عندي هنايا 4 ديال 6 ديال الدجاج مع الثومه وقزبر ومعدنوس. هنا عندي واحد المقله ضفت فيها ديك البصله، 2 بصلات مشلضين. نضيف على ديك هاد العبار ديال العطريه، يعني عينكم ميزانكم. الا درتو المقادير كثر كديروا كتضربوا المقادير. انا دايره غير نص معلقه صغيره، نص معلقه يعني ديال القهوه ديال الكافي، هي اللي دايره النص ديالها من الخرقوم، من التحميره ومن الابزار. كنتمنى الشرح ديالي يكون تفهموا، يكون واضح. هنا المقلاط فيها البصلات، فيها داك التوابل اللي انا ذكرت من قبل، وغنديرها على نار تكون مهيله تشحر ليا. هنا بعد ما تشحرات ليا البصله، انا الثومه يعني نسيت ما درتهاش في الاول، ضفت ديال الدجاج وضفت القزبر ومعدنوس وخلي ما تشحر يعني تتهبط لي البصيله وتطيب ديال العناصر كامله. هنا هذيك البطاطا بعد ما قشرتها طحنتها بالطحال اليدوي كلشي كيعرفوا، وضفت عليها فرomاج وغنضيف الملحه وشويه الابزار ونجمع بالايد ديالي. هاد الفرomاج كيخليها كتجي معلكه، كتجي لذيذه بزاف. بعد ما جمعتها بالايد ديالي نجيب ديك العماره اللي انا صايبت من قبل. هاد الوصفه سهله وكتجي زوينه بزاف بالنسبه للوليدات اللي كيبغيو البطاطا. هنا هذيك لاصوص ديال المطيشه اللي انا مصايبه ضفتها في هاد الليمون اللي غندخلو للفرن، وغنبدا نكور ديك البطاطا على حسب بغيتهم كبار بغيتوهم صغار، لكم الاختيار. وغنضيف وسط منها ديك العماره اللي انا صايبت، وغنضيف فرomاج وغنجمعها بيدي وغنضيفها في المول. هنا بعد ما كملتهم كاملين غنضيف عليهم الفرomاج وندخلهم للفرن، يعني كلشي طيب، يعني غيطلب منه واحد 10 ديال الدقائق. وخليكم معايا. هنا بعد ما وجدات انا خرجتها من الفرن، كتجي على هذا الشكل. رشيتها بشويه المعدنوس، كتجي زوينه وكنتمنىكم تجربوها. وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، واللي اول مره كيزور القناه ديالي ما يتساش يتابوني عندي، خلي لي واحد لايك فضلا وليس امرا. كتجي على هذا الشكل، يعني كتجي معلكه وكتجي زوينه بزاف، وكنتمنى تجربوها. وإلى فيديو اخر ان شاء الله، وخليتكم على خير.